اشتريت عقار تجاري بس مش عارف ازاي تأجره وايه اللي المفروض يبقى مكتوب في العقد بالظبط. فخليني اقول لك سريعا كده على كام نقطة أساسية وانت بتأجر العقار. اول حاجة لازم تبقى فاهمها وانت بتأجر محل، ان الراجل اللي هيجي يأجر ده لازم هتديله فترة سماح اللي هي بيقولوا عليها جريس بيريود. دي مش شقة هنمضي العقد النهاردة ويجي تاني يوم يجيب الفرش بتاعه ويسكن، لا طبعا، ده لسه هيشطب وهيجهز والموضوع هياخد وقت. فلازم هتديله فترة سماح، دي بتكون من شهر لثلاث شهور، وممكن تزيد عن كده كمان. ده بيرجع على حسب الاتفاق اللي بينكم وعلى حسب مساحة المحل. فلازم تبقى عامل حسابك ان انت مش هتأجر من تاني يوم، مش هيجيلك فلوس يعني من تاني يوم. تاني حاجة لازم بتكتب في العقد الفترة اللي انتوا هتتفقوا عليها، 3 سنين 5 سنين ايا كانت الفترة، وبيبقى فيه زيادة سنوية اللي هي 10%، ده الطبيعي في مصر كلها. ولازم كمان يبقى فيه شرط جزائي، علشان دلوقتي لو المستأجر ده حب يمشي قبل نهاية العقد خلال مدة العقد، لازم يبلغك قبلها بفترة كافية، شهرين ثلاثة أيا كان، لازم فترة كافية. وكمان لو حب يجدد العقد بعد نهاية المدة لازم يبلغك قبلها بفترة كافية، وتكونوا مجهزين وماضيين العقد الجديد. ولازم برضو يبقى مكتوب في العقد ان هو يسلمك الوحدة زي ما استلمها، متنظفة ومتبيضة، والحاجات بتاعته ياخدها معاه، لان الحاجات دي انت مش هتعرف توديها فين، واللي هيجي بعده هيجيب حاجته. وحاجه كمان، في حاجه اسمها كراسه شروط انت بتاخدها من المطور وقت ما بتشتري، وفي بند في العقد اسمه التسليم. الحاجات دي بيبقى مكتوب فيها كل تفاصيل التشغيل للوحده للمحل، التشطيب والديكورات يشتغل فيها ازاي ويشتغل امتى، اثبات دخول الحاجه او خروجها، اليافطه بتتعلق في مكان معين بمقاس معين، القمامه بيتخلص منها في الاماكن المخصصه ليها. فالحاجات دي كلها بتبقى مكتوبه عندك، بتاخد منها نسخه كده وترفقها مع العقد ويوقع عليها، علشان هو يبقى ملتزم بالكلام ده. لان قدام الاداره انت اللي بتبقى مسؤول، لو حصل اي مشكله انت اللي مسؤول، ولو نزلت غرامه انت اللي بتدفعها مش هو. فممكن يعملوا لك انت مشكله، وممكن توصل كمان ان هم يقفلوا لك المحل. فلازم تبقى مأمن نفسك برضو من الحته دي. فدي كام نقطه كده حبيت اقولهم سريعا بخصوص تأجير العقار التجاري بالاخص المحلات. وطبعا مش محتاج اقول لك، لو احتجت اي حاجه تقدر تكلمني في اي وقت.